السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير دايما وسعادة. في الفيديو ده انت مثلا محتارة تختاري ايه الالوان الاساسية للروج معاكي، الالوان اللي هي الاساسي معاكي اللي لازم تجيبيها، والالوان الموضة اللي هي موضة 2023. طبعا كلنا عارفين ان احنا كل سنة، يعني كل سنة بيطلع، كلنا عارفين ان كل سنة بيطلع الوان جديدة في الروجات. فانا هقول لك الالوان الاساسية لو انت مثلا بتجهزي وعايزة تجيبي مثلا الوان روج. الالوان دي الموضة بتاعتها ما تبطلش معاكي وتفضل معاكي على طول، والالوان اللي هي الموضة بتاعت السنة دي اللي انت الترند، يعني اللي المفروض ان انت تجيبيها برضو. لو عمرك تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش في لايك للفيديو. حبيت اعمل الفيديو ده لان كنت رايحه اشتري لون معين، رايحه اشتري حاجه يعني من محل ادوات تجميل، وكان في عروسه ما كانتش عارفه تختار لون روج ايه، وانا اخترت لها يعني، وكانت محتاره. فحبيت اعمل الفيديو ده علشان اي عروسه جديده عايزه تجيب الوان تاخد الالوان دي سكرين وتجيبها، الالوان اللي هي موضه. اول حاجه هنا اللون الاساسي، اللون الاساسي معاكي هو اللون ده اللون الاحمر. اول حاجه اوريكم اللون اهو، بصوا درجته 22. في درجات كتير من اللون الاحمر، الدرجه بتاعه اللون ده درجه 22. وده شكل الروج اهو من جوه، بصوا شكله جميل جدا. طبعا اللون الاحمر ده ما بيبطلش معاكي، يعني على طول موضه واساسي عند اي عروسه تجيب اللون الاحمر ده. طبعا اللون الاحمر ده ممكن هتحطيه طبعا في البيت، هيبقى جميل جدا، لان هو من الالوان اللي هي يعني اللون اللي هو يعني فاتح قوي، فهتحطيه في البيت حلو جدا. وضربته زي ما قلت لكم 22. ده شكله اهو باين لونه، ده اول لون لازم تجيبيه معاكي. في ناس مش بتحب اللون الاحمر، بس اللون الاحمر حلو جدا لاي عروسه يعني. ده اول لون. تاني لون معاكي اللون ده حلو جدا، وبرده اللون ده مش بيبطل معاكي. اللون البرتقاني الموضه بتاعته ما بتبطلش وبيفضل معاكي على طول. اللون البرتقاني ده يعني موضه كل السنين. هوريكي درجه اللون البرتقاني اهو، بصوا درجته حلوه جدا. برتقاني اللي هو فاتح، مش البرتقاني الغامق. والدرجه بتاعته اهي تحت 16. تاني لون معايا، تالت لون معايا اللون ده اهو، ده اللون اللي هو الفوشيا. اللون الفوشيا ده حلو برده، جميل جدا، ممكن تحطيه برده في البيت، حلو قوي. ودرجته اهي تحت عشان لو حابه تجيبيه 57. طبعا الالوان دي اساسيه معاكي ومش هتبطل معاكي، يعني تفضل معاكي وكل سنه الالوان دي بتطلع موضه. ده كده اللون ده اهو، ومعايا هنا اللون ده. اللون ده حلو جدا، من الالوان المفضله، جميل جدا. هوريك الاول الدرجه بتاعته 35 درجه الفوشيا الفاتح، بس جميله جدا. لون الفوشيا اللي هو يعني ايه الفاتح جميل جدا، مش هو فاتح قوي، مش هو يعني فاتح قوي ولا هو غامق، فاللون ده حلو جدا. الكاميرا مش جايبه لكم اللون بالظبط، بس هو جميل جدا. اللون اللي قبل الاخير من الالوان اللي هي اساسيه معاكي، اللون ده درجته 27. واللون ده ممكن تحطي منه عادي بره البيت، علشان هو اصلا لون فاتح جدا، بامبا فاتح. هو من الالوان الحلوه جدا، يعني لو حطيتيها ما بتبقاش باينه قوي، من الالوان الهاديه وحلو جدا. معايا هنا اللون الاخير من الالوان الاساسيه، درجته اهي 45. طبعا كل واحد انا جايباه من اماكن مختلفه، بس معظم الروجات انا جايباها من محل طنطن. ده لون اهو، لون بامبا، لون البامبا الفاتح اللي هو الغامق شويه. درجه اللون دي حلوه جدا. طبعا الالوان دي كلها ممكن تحطيها في البيت، حلوه جدا. ده من الالوان برضو الجميله، بس هو مش بيليق على اي حد. ممكن لو هتحطيه برضو وانتي خارجه بتخففيه، لان هو فاتح جدا. بس كده خلصت الروجات الاساسيه معايا، اللي الموضه بتاعتها مش بتبطل وكل سنه بتبقى موجوده معاكي، يعني دي الروجات الاساسيه لاي عروسه. تعالوا بقى نشوف الروجات اللي هي
الروج اللي هو الموضه، الالوان اللي هي الترند. معايا هنا بالترتيب اول واحد اللون ده. هو اللون ده ممكن يكون مش موضه السنه دي، السنه اللي فاتت، بس حلو جدا وموضه برده. انا كنت جايباه السنه اللي فاتت وهو موضه السنه دي برده. بصوا اهو، ده درجه اللون. اللون حلو جدا على فكره، بس هو مش باين. عايزه اقول لك جميل جدا. والدرجه بتاعته اهي مكتوبه تحت 2. درجه الروج 2، من الالوان الحلوه جدا. وتاني روج من الوان الموضه السنه دي حلو جدا اللون ده. ده لون حلو جدا اهو، والدرجه بتاعته حلوه قوي. ده برتقاني بس هو شبه التاني، بس ده طبعا الدرجه بتاعته مختلفه. لو حطيت ده جنب ده هتلاقوا ان الدرجه مختلفه، يعني التاني مدي على بامبا شويه، لكن ده برتقاني فاتح. بصوا الدرجه بتاعته 11. لما تيجي بتحطيه بيبقى معاكي نفس يعني شبه اللون ده بالظبط اهو. تاني تالت واحد. نشوف اللي بعد كده. معايا هنا الروج ده حلو جدا ودرجته 212. الروج ده مش في اي حته هتلاقيه، لان هو لون جديد وحلو جدا، اللي هو النبيتي. النبيتي المحمر اهو. بصوا هو باين في الكاميرا ان هو مدي على لون احمر، بس هو مش احمر، هو نبيتي. لما بتيجي بتحطيه على الشفايف بيديكي اللون ده كده بالظبط، بس على افتح. ده نبيتي محمر. عايزه اقول لك اللون ده جميل جدا، وانا دورت عليه لانه حلو جدا. وده ممكن تحطيه في البيت برده حلو قوي. طبعا وريت لكم الدرجه بتاعته، درجته جميله جدا اهو. يا رب يكون واضح. ممكن تاخدي بقى الروجات دي اللي يعجبك منهم تاخديهم سكرين. معايا هنا اللون ده حلو جدا برده، درجته 3. ده من الالوان الجديده، الالوان اللي هي الفاتحه دي، حلو جدا. ولما بتحطيه وانت خارجه مش بيبان ان انت حاطه يعني روج غامق، وحلو قوي. بصي وده لونه اهو. عايزه اقول لك من الالوان الحلوه جدا. بصي اللون جميل قوي، يا رب يكون واضح. اللون ده حلو قوي، ده من الالوان الموضه السنه دي. درجته 3 زي ما قلت لك. ممكن تجيبي نفس الماركه دي او تجيبي اي ماركه الموجوده عندك نفس اللون. معايا هنا برضو من الروجات الالوان اللي انا بحبها جدا، اللون الكشمير ده. طبعا ده موضه من زمان وموضه برضو السنه دي وكل سنه، حلو جدا. ومن الالوان الحلوه جدا، لما بتحطيها ما بتكونش معاكي باينه قوي يعني ان انت حاطه روج. فمن الالوان الحلو جدا. ده لون بامبا اهو. هو ده بيبان ان هو يعني بيبان ان هو بامبا، لكن هو مش بامبا اصلا، هو كشمير، لون الكشمير. ده كشمير اهو، من الالوان الجميله جدا. عايزه اقول لك ده احسن حاجه انا يعني عجبتني، حلو جدا. الباقي حلو بس ده بيليق على اي حاجه عندك، ويعتبر هو لون الشفايف بس بيديكي شكل حلو. ودرجته اهي 207 كشمير 207. معايا هنا الكشمير برضو الدرجه دي حلوه جدا. انا لفيت عليها برضو، ما جبتهاش من محل تونتون، جبتها من محل 2.5 لان ما كنتش لاقيها. والدرجه دي موضه وحلوه جدا. درجه الكشمير الغامق. بصوا الدرجه دي حلوه جدا. درجه الكشمير الغامق حلوه قوي. وكمان اوريك الدرجه بتاعتها من تحت اهو 12. درجه الكشمير درجه رقم 12. اللون ده حلو جدا. معايا هنا برضو اخر حاجه، واللون ده ترند موضه جدا. درجته درجه اهي 7، من الالوان الروجات الحلوه جدا اللي عجبني قوي. ده اللون البني. طبعا في الوان كتير من اللون البني ده، في غامق وفي فاتح. انا عجبني الفاتح ده حلو جدا. هوريكي الدرجه بتاعته دلوقتي، درجه جميله جدا. بصي درجه اللون ده حلوه قوي. طبعا انتي لو عايزه تجيبي الاغمق منها او تجيبي الفاتحه دي، حلو جدا في الحالتين جميل. ممكن لو عايزه تغمقيه بتحطي مثلا كشمير قبليه، او تحطي اي لون اغمق لو عايزه. لكن هو اللون الصراحه جميل جدا، وما بتحسيش ان انت حاطه يعني روج تقيل. وانا بحب الالوان الفاتحه دي في الخروج، بتبقى جميله جدا. بصي درجته جميله جدا، ورقم 7
هو لسه نازل برده من الالوان الموضه السنه دي. الدرجات بتاعته كلها البني الفاتح والبني الغامق موضه السنه دي. طبعا البرتقاني بكل الوانه الفاتح والغامق. وبكده اكون قلت لكم على الروجات اللي هي الموضه السنه دي، والالوان اللي هي الاساسي معاكي اللي ممكن ان انت تجيبيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون افدتكم في الفيديو ده. ما تنسونيش في اللايك، ودي الالوان كلها اهي لو عايزين تعملوها سكرين. ما تنسونيش في اللايك للفيديو. مع السلامه.